وتبقى دي بقى القشة اللي قسمت ظهر البعير. طبعا كلنا عارفين المثل الشعبي ده، وكلنا بنستخدم المثل ده لما بيفيض بينا الكيل من الهموم والأعباء والمشاكل ونتحمل أكتر من طاقتنا، فبنقول دي القشة اللي قسمت ظهر البعير. طب يا ترى بقى حكاية المثل ده ايه؟ اصل المثل ده بيقولك كان في شخص مسافر وكان قاعد يحمل الجمل بتاعه حاجات واشياء فوق طاقته، يحط عليه الاحمال بتاعته بتاعت السفر، حاجات المفروض 4 جمال اللي يشيلوها مش جمل واحد. هو حطها على ظهره ولقى الجمل متحمل عادي وما وقعش. وبعدين الراجل ده لقى حاجه صغيره لسه ما حطهاش على ظهر الجمل، قال مش مشكله هحطها هي كمان، دي وزنها وزن القشه. وبعد ما حط الحاجه الصغيره دي على الجمل، الجمل وقع وانهار. فالناس اللي كانوا واقفين وشافوا الموقف ده قالوا لك هي دي بقى القشه اللي قسمت ظهر البعير. وبعد كده اصبحت القصه دي من اشهر امثالنا الشعبيه اللي بنضرب بيها المثل كثرة الأعباء والحمول والحاجات اللي بنتحملها واحنا مش قادرين، الضغوط اللي بتؤدي للانهيار. عرفتوا بقى أصل المثل ايه؟